السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة الشيف أميرة اللي جبت لكم هذه الحلويات كاملة 34 حبة شكلا وذوقا بعجينة واحدة وبزاف اقتصادية. طبعا بعد ما نصلوا ونسلموا على حبيبنا وشفيعنا رسول الله اللي متسيقة كامل ولا نقولوا حنا متقلقة من حلويات العيد. تبع معايا هذا الفيديو إن شاء الله تلقى الحل وتلقى الفرج هنا في هذا الفيديو. تبعوا معايا نعطيكم بزاف النصائح. نحتاج 2 بيضات، كاس إلى ربع من الزيت، كاس إلى ربع من سكر كلاص، نص كاس من المايزينا ومغرفة صغيرة من الفانيليا، وراح نحتاج 125 غرام من الزبدة. يعني اللي ما عندهاش الميزان واش تروح دير تاع كم هذه البواط تاع الصول اللي تحمل 250 تقسمها على زوج، دير النص وتحتفظ عفوا بالنص. هذه العجينة يعني السهولة تاعها ما نقدرش نحكي لكم عليها، يعني نخلطوا كلش في ضربة واحدة نتحصلوا على بزاف انواع، على بزاف اشكال. انا راح نعطيكم الفكره يعني كيفاش زينتهم، كيفاش يعني درت المذاق تاعهم، وانتوما يعني حسب المقدور تاعكم وحسب الذوق تاعكم. انا يعني ضفت كلش مع بعضه وبديت نخلط بالباتور. يعني ما عندكش الباتور خلطي بيدك ماشي مشكل كامل، يعني ماشي شرط. انا كنت باين يسهل عليا الامر فقط. الفرينة وش راح تديكم؟ شفتوا هذا الكاس تاع ام وليد راح تديكم 3 كيسان ممسوحين. ديما تديني ونديرها 3 كيسان يعني بالتمام. مهما بدلت نوع الفرينة تديني 3 كيسان. العجينة هذه يعني ما دايما يعني قلت لكم بسبب غلاء الأسعار لازم الواحد شوية يقتصد شوية يعني يلقى بزاف الحلول. يعني هذه العجينة يعني مثلا كان نضاعفوها راح نديرو بزاف الحبات، قادرة توصل حتى 70 حبة، نشكلهم بأذواق يعني بزاف مختلفة. كما كنتم تشوفوا هنا طميت العجينة تاعي لازم تكون بهذا القوام، تكون متماسكة، ما تكونش يابسة، تكون شوية متلوقة. من بعد تروحوا تجيبوا ساشي عندكم باه يعني نفتحوا بها العجينة تاعنا وتجينا سهلة. اي ساشي عندكم وتجيبوه، انا كان عندي هذا وجبته. من بعد تحطوا العجين تاعكم تبدو تفتحوا فيه. هذا الساشي بزاف يعاونكم، ما تستخدموا فرينة ما والو، يعني تفتحوا غير بالساشي. من بعد تجيبوا الطابع اللي حابين يعني تشكلوا به الحلوى تاعكم. من بعد نزيد نفهمكم اكثر على خيرت هذا الطابع. انا ننصحكم ما تكبروش بزاف العجينه، اذا كبرتوها راح يخسروا لكم بزاف الحبات. اذا كنتوا اونسيا بيان سور. من بعد رحت جبت هذا الطابع الثاني خاطر راح يعني نخدم نوع ثاني يعني يكون دائري راح نحتاجه. يعني قلت لكم دوكا نتوما واش تحبوا، واش عندكم ايضا مولات سيليكون راح تديروا هذا الطوابع. من بعد انا خيرت هذا المربع ايضا يعني طبعت به. يعني نتوما واش تحبوا ولا واش عندكم اشكال في الدار تحبوا تطبعوا بها. هذا العجينه تاع الصابليني ناجحه 100%، ما تخسر ما والو في الفرن عفوا. طيبوا على 180 درجه فقط. من بعد رحت انا ذوبت الشوكولاته تاعي. حندير شوكولاته بيضاء وشوكولاته سوداء. كما تشوفوا هنا حطيتها في ليمون. بالنسبه للشوكولاته الورديه راكم تشوفوا فيها هنايا كانت عندي شويه شوكولاته بيضاء درت لها ملون غذائي يعني ولات بهذا اللون. كما تشوفوا هنا الشوكولاته البيضاء تاعي الحواف تاعها وردي. واش درت لها؟ الطبقه الاولى كانت شوكولاته بيضاء عادي، من بعد في الحواف زدت لها شوكولاته هذيك اللي لونتها بالملون الغذائي ولات بهذاك يعني الشكل. كما تشوفوا هنايا خدمت بزاف يعني انواع. من بعد نروحوا للحشو. الحشو يبقى اختياري. انا درت يعني كيلة من آه نقدروا قاطو ولا ديروا كيلة من البسكويت. البسكويت يكون نوعية مليحة، ونص كيلة من نص كيلة من الكاوكاو ولا المكسرات، وتجملوهم بأي حاجة. يعني تلموهم بأي حاجة. أنا لميتهم بالكونفيتور، انت تلميهم بأي حاجة كانت عندك. من بعد لصقتهم. من بعد هذه الخطوة يعني تبقى اختيارية. كما تشوفوا هنايا الحبة تاعي أنا ضفت في يعني الوسط تاعها الكونفيتور. من بعد يعني درت لها الحشو. الحشو هذا اللي خدمته قلت لكم يعني بالكاوكاو يعني والبسكويتي. الحشو واش تحبي؟ انا نعطيكم نصائح. مثلا لما يكون عندك الشوكولاته السوداء تقدري تحشيها بالنوات كوكو، وتقدري تزيدي عليها يعني مثلا المكسرات ولا اي حاجه. يعني من بعد كي تخدمي بزاف انواع الحلويات راح يجوا يعني باذواق مختلفه، ما يجوش بنفس الذوق. يعني كيما انتي واش تحبي يعني.
وهنايا هذول يعني المربعات وهذو اللي طبعتهم بالطابع. المربعات زينتهم يعني بالكوكو إيفيلي، ومن بعد درت لهم خطوط مع هذيك على شكل بيضاوي، درت لها ثاني خطوط باش تكون البيضة. من بعد يعني كما راكم تشوفوا هنا قدمتهم جو ما شاء الله، يعني جو أشكالا وأنواعا، يعني روعة ما شاء الله. نتمنى أنكم تجربوها وتنجحوا في هذا الوصفات، وإلى اللقاء وفي وصفة أخرى إن شاء الله.